تزوجات براجل مزيان وعاشت حياة اللي كيتمناها اي واحد، ولكن فجأة كلشي تقلب في مدة قصيرة، والسبب ما كان حتى حد يتخيله. فنبداو القصة ديالنا اليوم. انا اسمي آية، كنت عايشة مزيانة مع والديا. كانوا مهلين فيا، وكانت عندي اختي وواحد خاي. كانوا مهلين فيا الصراحة، وكانت واحد العلاقة ديالنا انا وياهم في شكل ما بين الاب وبنته والام وبنتها. يعني واحد العلاقه، كنت كنعاود لهم اي حاجه، يعني من الصغر تربيت بهذه الطريقه هذه. اي حاجه كنعاودها لهم، يعني شنو وقع لي في المدرسه، شنو وقعت لي في الزنقه الصغيره قبل الكبيره، يعني ما كنخافش منهم. هيدا كانت العلاقه ديالي معاهم. من بعد مده، الحمد لله كملت القرايه ديالي. فاش كملت القرايه ديالي، المهم بزاف د المرات كانوا كيتقدموا لي العرسان خصهم يتزوجوا بيا، ولكن الصراحه ما ارتحت حتى شي واحد، حيت حتى جا واحد السيد اسمه عمر. فكان شافني وكان تبعني، كنت ماشيه انا واحد الصديقه ديالي، كان تبعني حتى للدار. ومن بعد مشى، ودازت واحد مده حتى كنتلقى بابا، ومشى عنده وقال له: راه انا شفت بنت ديالك دخلت لداركم، وصراحه عجبتني، باينه فيها محترمه وهادي. صافي. من بعد جاء الاب ديالي، قال لي، فتحني بالموضوع، قال لي: واحد السيد جا يخطبك، هاشني كاين واشني كاين. صافي، انا قلت له: اللي بالك بابا، نشوفوا زعما السيد وهادي ونشوفوا. صافي. من بعد الاب ديالي قال لي: صافي واخا. فتلقى معاه وتفاهموا اننا نتلاقاو انا وياه. فجاونا عنا الدار، هو والام ديالو والاب ديالو واخته. جاو، عملنا رؤيه شرعيه، فشافني وشفته. صافي، في ديك الجليسه الصراحه ارتحت له بزاف، قلت صافي هذا هو الزوج ديالي المستقبلي. فداز ديك المجمع، وصليت صلاه الاستخاره وحسيت بواحد الراحه. على فكره، نهضر لكم شويه على عمر. عمر واحد السيد كان، الله يعمره سلعه. الوالد ديالي كان سقس عليه، سيد مزيان خدام، ما نقصت حتى شي خير، عنده دارو بخيرو. الصراحه هما كانوا زايدين علينا بالنسبه للماديات، كانوا زايدين علينا. المهم انا كنت فرحانه صراحه بزاف، قلت واخيرا جبرت السيد اللي غادي نكمل مع حياتي. من بعد واحد المده، صافي عملنا الخطوبه، عملنا العقد، وبقينا كنخرجوا وارتحنا لبعضياتنا بزاف، حتى هو كنت عاجباه بزاف. فكان عندي واحد الاخت ديالي، هي كبيره عليا، ولكن حنايا ما عندناش شي واحد العقل، زعما مثلا الاب ديالي غادي يقول لي: لا، خصك تتزوج الاخت ديالك، عاد زوجتينا. لا صراحه كان فرحان، وحتى اختي زعما فرحت معايا وهادي، وقالت لي: الله يجيب لك التيسير، وفرحت معايا بزاف. وانا واختي كنا قرابين بعضياتنا بزاف، اي حاجه كنعاودها لها، اي حاجه يعني فاش كنخرجوا انا وعمر كيشري لي كادوات، كيفرح معايا وهادي، كنجي وكنوري لها، يعني كنشارك معاها التفاصيل، وحتى انا كنفرح، حتى هي كتفرح معايا بداكشي، يعني كادوات وشنو خرج فين خرجنا شنو عملنا. فعملنا واحد العراسية أسطورية صراحة، أكثر ما كنت كنتخيل. واحد العرس واعر بزاف، كلشي كان كيهضر فيه، كلشي كان عجبو، كلشي كان فرحان. وواحد العرس صراحة تقريبا هو اللي عملو، عدلو في واحد القصر كبير، وكان كلشي مزيان الحمد لله. مشينا شهر العسل، دوزنا واحد الايام غزاله. رجعنا فحالنا ورجع الروتين، يعني هو كان خدام وانا بقيت في الدار جالسه. صافي، كنا صراحه فرحانين بزاف، انا كنحترمه، هو كيحترمني، كيعاملني مزيان. دوزنا واحد المده صراحه غزاله، حتى جاء واحد النهار كان عندنا واحد العرس في العائله. فمشينا بحال دائما، مشينا للعرس، لبست عليا، جا مورايا عمر، مشينا للعرس. فاش مشينا للعرس، هو كان مختلط، يعني كان رجال ونساء. على فكره العرس مختلط راه حرام. المهم انا فقط كنعاود لكم قصه، فرجع لكم القصه ديالنا. فمني مشينا للعرس، من بعد شويه هو تقلب وجهه مره عمر، ما فهمتوش صراحه. فكنت كنحس به بحال مقلق شويه، وهذا ما عرفتش علاش، ما عرفتش عنده شويه. وجا عندي قال لي: صافي يلاه نمشيو. قلت له: علاش؟ حنا يلاه بدا العرس، خلينا زعما نفرحوا هذا. ولكن هو والو، فمني شفتو معصب ما قدرتش صراحه نزيد معاه.
قلت له صافي يعني تنمشيو للدار ونتناقشوا. ففاش مشينا في الطريق كان معصب وقال لي علاش لبستي هذا اللبس بحال هيدا، انا ما عجبنيش وهذا. قلت له غير صبر، غير بشويه عليك، غير بشويه عليك، دابا حتى نمشيو للدار، خلينا ندوزو هاد الطريق هادي، نمشيو للدار ونتناقشوا ونشوفوا شنو كاين. صافي فاش وصلنا للدار قلت له مالك شنو واقع؟ قال لي علاش لبستي هذا اللبس بحال هيدا، انا ما عجبنيش وهذا. قلت له تينا اصلا تينا اللي جيتي مورايا، يعني شفتيني لابسه هذا اللبس قبل، وعزيز عليها هذه ماشي اول مره غادي نلبسها، يعني كانت هذيك ثاني مره غادي نلبسها. الا كنت يعني فعلا ما عجبكش خاصك من الاول تقول لي انا ما عجبانيش، وعزيز عليها نتينا اللي شريها لي، يعني الا ما كانت ما عجبكش علاش اصلا تشري لي هذه اللبسه باش انا ما نلبسهاش؟ شنو انا من بيها لو كنتي شاريها لي؟ فما فهمتش. المهم هو كان معصب، قال لي صافي بلا ما تبقى تزيد تحمق لي راسي، بلا ما تبقى تزيد تعصبني، صافي اخر مره تلبس هذا اللباس. المهم تعصب من ديك النهار هو مقلوب عليا، شي مشاكل كيوقعوا من لا شيء، يعني بالصبت كنت مثلا غير فعلا كنعمل شي حاجه ولا كنعصبو في شي حاجه ولا ما كنحترموش، كنحترمو، كنعمل الواجبات ديالي كامله هيداك وما عجبه حتى حاجه. فما بقات عاجباه حتى شي حاجه اللي كنعملها ما كتعجبوش. واحد العلاقه رجعت تبدلت 180 درجه، يعني كنا فرحانين مع بعضنا، شويه تقلبنا ما بقاش يحمل راسو، رجع كيتعطل بزاف برا، وهي لا دخل دائما تجبرنا شاعلين مع بعضنا، ومشكله على حاجات بساطين. يعني انا مثلا فاش كنجلس مع راسي كنقول كيفاش هادشي كيوقع، يعني ماشي شي حاجه اللي مثلا تستاهل انه مثلا يتعصب عليها او لا. صافي تا انا بقيت كنحس بواحد الضغط كبير. وعاد زيد عليها انا تزوجت باش نعيش واحد الحياه سعيده، بغيت واحد الشريك ديال الحياه اللي نفرح معاه، اللي نعيش معاه حياه مزيونه، ماشي نعيشوا بواحد الصداع اللي انا اصلا كنت عايشه مرتاحه. يعني علاش غادي نتزوج باش انني نعيش واحد الحياه مزيونه مستقره، ماشي في الصداع ما خصنيش. صافي شفت واحد هادشي هذا زعما زاد على الحد ديالو بزاف. فجا واحد النهار ودابزنا عاوتاني، وصافي انا عييت صراحه وكنت مضغوطه بزاف، وداك الدار اصلا ما بقيتش حامله، حسيت براسي مخنوقه بزاف. صافي ديك الساعه جمعت حوايجي قلت غادي نمشي لدارنا. مشيت للدار ديالنا وزعما مشيت غضبانه، قلت على الله الامور تتهدن شويه وهادي، وتا هو يعرف بالغلط ديالو وصافي ورجعوا مع بعضنا عادي. يعني بحال واحد الهدنه ديال العلاقه ديالنا باش اننا نعرفوا راسنا شنو غادي نعملوا وباش نرتاحوا شويه من داك الصداع. فمشيت لدارنا ووالديا جاتو مغربه الصراحه، قالوا لي شنو كاين وهادي. صافي انا بقيت كنبكي انفجرت وقلت لها شنو كاين وشنو كاين. قالت لي ماما ان هادشي زعما كيوقع، ولكن نتوما زعما يمكن معينينك الناس، يمكن حاسدينك انك ديتي واحد الراجل مزيان ما ناقصو حتى شي خير، لاباس عليه معايشك مزيان، فما تقدرش تعرف. فجات عنا اختي بقات كتواسيني حتى هي. اختي من بعد الزواج ديالي انا ب4 شهور كانت تزوجت حتى هي. صافي دوزت ديك الفتره هذيك وهو ما سقس عليا ما حتى شي حاجه، بحال لي انا عمري ما كنت في حياته. صافي حتى الوالد ديالي ما عرف ما يعمل، عيط له قال له زعما شنو غادي تعملوا في هذا الشيء هذا. قال له ديك الساعه نشوف، خلاه هيداك معلق واحد المده هيدا. وانا كيوصل لي واحد الخبر انه خصو يتزوج. جاتني واحد ديك الخبر هذاك جاني في حال الصاعقه الصراحه، عمري تخيلت ان عمر غادي يتزوج. يعني داك الشخص اللي كنت كنحس به هو السند ديالي في هذه الحياه هيبدلني بهذه الطريقه هذه. صراحه جاتني واحد الصدمه كبيره بزاف. من بعد واحد مده قصيره طلع لي ستوريات من عند اختو انه عمل العرس. صافي تما يعني في الاول قلت ما نعرف يكون داك الخبر ماشي صحيح، اللي باغي يوصله لي غير باغي زعما يعصبني. ساعه ملي شفت ستوريات صافي تما القلب ديالي تقبض تما. صافي حسيت بواحد الاحساس اللي صعيب بزاف، ما عارفاش، ما الكلمات ما باغوش يخرجوا لي.
بديك الاحساس اللي كنت كنحس به الصراحه. فبقيت ديك المده كامله غير كنبكي، جاني اكتئاب، جاني واحد الاحساس في شكل، حسيت براسي بحال انا اللي دمرت هذا الزواج، بحال انا تسرعت. واخا ما كنتش انا عواله اننا زعما نتفرقوا، كان خصني فقط واحد المجال اللي مثلا نرتاحوا شويه من بعضياتنا من بعد الرجوع. ولكن فاش هو بدلني بهذه الطريقه هذه، فبحال خشى فيا شي موس في ظهري صعيبه بزاف. من بعد صرت له ميساج قلت له عمر طلقني. في بلاصه صرت لي ميساج قال لي واخا انا غادي نطلقك. واحد الميساج بحال هيدا يعني صغير، ما صرد لي علاش ولا كيفاش ولا على زعما اصلا تصرف ديك الطريقه. ف بقيت مستغربه في بلاصه. صافي هو طلقني وداك الشيء هذا كامل الاب ديالي كان مراقبه. انا كنت في واحد العالم اخر، كنت العقل ديالي ماشي معايا. صافي رجعت مكتئبه، بقيت غير في الدار، ما بقيتش كنخرج. حسيت براسي بحال انا اللي هدمت ديك الزواج، واخا انا ما عملت والو. ولكن صافي بقيت بحال كنأنب الضمير ديالي انني انا اللي تسرعت، انني انا اللي عملت داك الشيء. صافي العقل ديالي كان غادي يخرج. صافي من بعد واحد المده شافني الوالده ديالي انني بقيت كنرجع للور، بديت كنضعف، ما بقيتش كنبغي ناكل. فجات عندي الام ديالي قالت لي ضروري يا بنتي خصني نشوف لك شي حل. فميمكنش كنشوفك نهار على نهار كدبال حدايا، باينه فيك غادي يكون وقع لك شي حاجه، مستحيل نخليك هيدا بنتي. صافي قالت لي كاين نعرف واحد السيد كيقولوا فقيه، غادي نمشيو لعندو ونشوفو يقرا عليك ولا المهم نشوفو شنو كاين. انا هادشي ما مرتاحه له شي. صافي قلت لها ماشي مشكل، صافي واخا نمشيو، حيت انا اصلا ما بقى كيهمني حتى شي حاجه الصراحه. صافي سافرنا، مشينا انا وماما وبابا، مشينا لواحد المدينه اخرى، ماشي نفس المدينه اللي كنا عايشين فيها، مشينا لواحد مدينه اخرى سافرنا. ففاش مشينا دخلنا لواحد الدار، كنشم واحد الريحه خايبه 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 فيها ومرتاحتش. كندخل كنجبر واحد الراجل جالس كبير، جلس قال لي كيفتينا بنتي لاباس عليك بخير؟ قلت له الحمد لله. وجلسنا، فسقساني على الاسم ديالي، المهم ديك الاسئله كامله سقساني عليهم، والوالد ديالي شرح له كلشي. صافي بقى كيشوف فيا داك السيد وانا كنشوف فيه، وديك الطاقه في ديك الدار في شكل حسيت بها. صافي من بعد قال لي هكا بنتي اشرب من هذا الماء. بقيت كنشوف ماما قالت لي، عملت لي بعينه زعما سعاب. صافي شبرته وشربته. انا حسبه يكون داك الماء مثلا مقري فيه قران ولا شي حاجه، حيت هما قالوا لي فقه يعني انا ما عرفتش. شربت منه وهو بدا كيتسمتم شي كلمات انا ما فهمت فيهم والو. صافي ديك الساعه صافي قلت هذا وقيله مشعوذ، استغفر الله العظيم. يعني انا ما كنتش عارفه انهم يديوني ديك البلاصه، وانا عارفه مليون في المية ان داك الشيء حرام. انا في بالي انه فقيه غادي يقرا عليا قران وفقط. فملي بدا كيتسمتم ديك الكلمات صافي انا تخلعت. واصلا فاش شربت ديك الماء ما فاش درت عن ماما قلت لها هذا وقيله مشعوذ. قالت لي يكون شنو ما كان، المهم بنتي انا خصني نعرف شنو وقع لك. صافي فاش شفت داك الفقيه شد عينو بقى كيتمتم شي كلمات، كيدور وجهو هكا وكيدور وجهو هيدا. صافي بدا كيقول ساندريلا، صباط، حسوده، حقوده، صباط، دبيزه، هادي بدا كيقول شي كلمات. انا بقيت غير كنشوف فيه وشويه كنحاول نستوعب داك الشيء اللي كيقولوا. في واحد اللحظه جاتني واحد اللحظه ادراك، بقيت كنتخيل ايوا ونجي وانا كنتفكر واحد اللحظه قبل اسبوع قبل سيمانه من العرس ديالي. الصباط اللي كنت غادي نلبسو اللي هو الحذاء كنت غادي نلبسو مع كسوه ديالي ديال الخرجه ديال العرس، كان تهرس لي يعني وقع لي فيه مشكل. فكنت حيرانه ديك الساعه شنو غادي نعمل له. فعيط ديك الساعه اختي، هي الحاله ديالي الوحيد، عيطت لها قلت لها اجي نقول لك هذا الصباط زعما تخسر لي وانا باقي لي سيمانه العرس، ما يبقى ليش الوقت انني مثلا غادي نخرج وما نبقى شكون غادي يعوضوا لي هذه. قالت لي صافي غير خليه لي يكون هاني انا غادي نديه ونعوضوا لك. صافي كانت مشات وحاولت انه المهم تعطيه شي واحد يعوضوا لها، فما عرفتش شنو عملت به. من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام جبتو لي، قالت لي ها هو اختي ها هو واجد. المهم انا كنت فرحت به بزاف وهذا، وهي كنضرب لي في عقلي هاد اللقطه هذه. فمباشره انا كنستوعب هاد اللقطه هذه اللي دازت. هو يشوف فيا داك الفقيه بقى كيضحك، ماشي فقيه مشعوذ.
المهم شاف فيا وبقى كيضحك، يعني بحال استوعب انني بديت كنتخيل داكشي اللي وقع. قال لي دابا عرفتي يا بنتي شنو وقع؟ صافي انا بقيت كنشوف فيه مصدومه، والديا كيشوفوا فيا فما قدرت ما نقول حتى شي حاجه الصراحه. ففاش خرجنا قالوا لي والديا شنو قال لك داك السيد زعما على ما كيهضر؟ فما قدرت نقول لهم حتى شي حاجه الصراحه. قلت لهم صافي انا دابا عقلي راسي كيحرقني ما قادره نهضر حتى شي حاجه. من بعد تعرفوا صافي من بعد شبرنا الطريق للمدينه ديالنا، مشينا مباشره. طلعت هزيت ديك الصندوقه حيت انا كنت جبت حوايجي كاملين، هزيتها هزيت ديك الصباط. كنشوف الصباط كنقلب فيه كيبان لي عادي ما فيه حتى شي حاجه. صافي مباشره نعسنا حتى على غدا ورجعنا لعندو. فاش دخلنا عطيت له داك الحذاء شبرو هو يهرس له داك التاكون ديالو، حيت اصلا كان سهل انه يتهرس حيت كان ديجا قبل كان تهرس لي، يعني مباشره هرسو وجبارا داخل السحور. اختي كانت ساحره لي. فانا فاش شفت ماما صافي هي عرفت بالقالب، حيت هي كانت عارفه ان الصباط ديالي كنتهرس واختي مشات تعاوضو. فبقيت كنبكي واحد الصدمه اللي صعيبه بزاف. تخيل ان اكثر وحده قريبه لي لك انا كنت كنحس بها قريبه لي بزاف، وكنت كنعاود لك كلشي. ما عرفتش واش هذا كان غلط مني انني كنعاود لك كلشي، ولكن ما تخيلتش انها تكون حاسداني، حيت هي اي حاجه كنت كنعاودها لها كتقول لي مزيان وهذه، يعني كنحس بها فرحانه لي. اي حاجه يعني كل مره كنبغي نعاود لك كثار. وهذه ما تخيلتيش انها حتى لهاد الدرجه انها مثلا غادي تسحر لي. واخا هي من بعد العرس ديالي راه هي كانت تزوجات بواحد السيد، واخا هو ما كانش بنفس المستوى ديال الزوج ديالي، ولكن كانت الحمد لله تزوجات. فالاب ديالي صافي مباشره هضر مع داك السيد وقال له زعما واش يقدر يتفك هادشي. صافي كان فكنا داك السحر الحمد لله تفكيت. مباشره رجعنا للدار. فاش رجعنا الام ديالي عيطت من الاخت ديالي قالت لها اجي دابا بغيتك ولكن ما تقوليش نزوج ديالك. صافي جات الوالده ضرباتها. صافي انا قلت لها حشومه عليك اختي، شنو هادشي اللي عملت لك زعما اللي خلاك انك تسحر لي؟ شنو هادشي اللي عملت لك؟ واش انا هاد الدرجه كنتي حاسداني؟ كنتي حاقده عليا حتى انا هاد الدرجه؟ زعما انتينا الحمد لله ربي رزقك بالزوج ديالك وهادي، علاش زعما حتى انا هاد الدرجه؟ صافي ما قدرتش تصبر. قالت لي انتينا زوجتي قبل مني واي حاجه كتوقع اي حاجه مزيونه كتوقع لك غير انتينا. زوجتي بالراجل اللي زعما كنت تمنيت انني انا نكون ديتو انا الاولى. علاش لا انا الاولى انا الكبيره؟ علاش انتينا مزيونه عليا وهذه؟ صافي خرجت داك الحقد وداك الحسد اللي في قلبك كامل خرجت في داك النهار. يعني ولو كنت نشوفها غير مثلا ندمه كتبكي او لا. صافي الصراحه بزاف. صافي من داك النهار ما بقيتش كنهضر معاها نهائيا، قطعت علاقتي معاها. وفي الاخير السحر ماشي غير الظلم للناس، راه معصيه كبيره عند الله وكيرجع على صاحبه قبل اي واحد. اللي كيظن انه غادي يضر غيره راه كيهدم راسو قبل. والحسد والسحر عمرهم ما يبنيو السعاده، غير كيخربقوا القلوب والحياه. اللي بغى الخير يمشي في طريق الحلال ويخلي قلبه نقي، حيث الله كينصر المظلوم ولو بعد حين. قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الشر كيدور ولكن الخير كيبقى.